في هيئة اسمها هيئة تنظيم الشبكات في ألمانيا، بوندس نيتس أجنتوا. دي هيئة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة خدمات الإنترنت والاتصالات عشان تحمي حقوق المستخدمين. فالهيئة دي عملت تطبيق رسمي يقيس سرعة الإنترنت اللي واصلة لك بالظبط. تطبيق اسمه برايت باند ميسونج. لو السرعة قلت في أي وقت تقدر تجرب تقيسها في التطبيق ده في خلال يومين كذا مرة، 20 مرة في اليومين، وتصورها وتبعت القياسات في الشكوى. وتبعت الشكوى سواء انت مواطن ألماني أو طالب بتدرس هناك أو لاجئ هيترد عليها. وفي دعم اجتماعي بيتقدم لخدمات الإنترنت والاتصالات، بيتقدم للعاطلين عن العمل أو اللي شغال بس دخله أقل من الحد الأدنى للأجور في ألمانيا، فبياخد دعم من الدولة اسمه بوجا جلد، بيغطي تكاليف المعيشة الأساسية بتاعته، من ضمنها خدمة النت الأرضي وشحن الموبايل. الدعم ده بتديهوله مؤسسة حكومية اسمها جوب سنتر، بتدعم العاطلين عن العمل في احتياجاتهم، وبتقدم لهم كمان كورسات مجانية. ولحد لما يبدأ شغل جديد بتديله بدل مواصلات وبدل هدوم للشغل لحد ما يقبض أول قبض. وأصحاب المعاشات برضو اللي معاشه قليل بياخد دعم اسمه جروند زيشرونج ام ألتا، التأمين الأساسي لكبار السن. التأمين ده بيشمل برضو فواتير النت الأرضي والموبايل، ولما بينقل من سكن لسكن جديد تكاليف النقل والعزال وتركيب خط التليفون والإنترنت مجانا على حساب الدعم الاجتماعي. بيسموها تسوجز كوستن، تكاليف النقل ده، غير العروض والراوتر المجاني والتخفيضات اللي بتقدمها شركات الإنترنت نفسها لأصحاب المعاشات والطلبة ومستحقين الدعم. طب لو قفلت معاك خالص، مفيش نت ومحتاج نت دلوقتي، تعمل ايه؟ متاح نت وواي فاي مجاني في المكتبات العامة والكنايس ومحطات القطر وجمعيات الدعم ومكاتب العمل اللي تبع مؤسسة جوب سنتر. تقدر تروح تستخدمه مجانا في أي وقت قانوني وشرعي، سواء مواطن ألماني أو لاجئ هناك. خدمة الإنترنت غير المحدود بقت حق من حقوق الإنسان في العالم كله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.